في وسط البحر الأبيض المتوسط كاينه واحد الجزيرة اللي صغيرة، ولكن القصة ديالها كبر من مساحتها وأعمق من الشكل اللي كيبان فوق الخريطة. من بعيد كتبان مجرد وجهة سياحية عادية، شواطئ زوينة وطبيعة هادئة، ولكن من قريب فالبلاد منقسمة والعاصمة ديالها فيها جدار والمدن ديالها كتعتبر مدن أشباح. هاد الجزيرة كتعتبر واحدة من أكثر المناطق حساسية وتوتر في البحر الأبيض المتوسط. مرحبا بكم في قبرص، الجزيرة اللي كانت مفتاح ديال البحر الأبيض المتوسط واليوم ولات عنوان ديال الانقسام والانتظار. وقبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش تشوفوا المزيد من المواضيع المذهلة. فاروشا كتعتبر المدينة اللي اختفت من العالم، وأيضا مدينة الأشباح، وهي مدينة ساحلية كانت قبل من السبعينات من أشهر الوجهات السياحية في العالم، فنادق فخمة وشواطئ عامرة ومشاهير من أوروبا وأمريكا كيجيو يدوزوا الصيف تما. اليوم فاروشا مدينة بلا سكان، الشوارع ديالها خاوية والنوافذ مهرسة والبنايات واقفة بحال هياكل صامتة، ما تخرباتش ولكن توقفات. والسؤال اللي كيطرح نفسه هو شنو وقع باش مدينة كاملة تحول لأرض مهجورة؟ الجواب كيرجعنا لعام 1974. في ذاك العام كانت محاولة انقلاب من طرف قوميين يونانيين باش يوحدوا قبرص مع اليونان. تركيا دخلت عسكريا وقالت إنها كتحمي قبرصيين الأتراك، ومن ثم الجزيرة تقسمات. الجنوب ولا جمهورية قبرص اليونانية ومعترف بها دوليا، والشمال تحت سيطرة تركيا ومعترفة بها غير أنقرة. العاصمة نيقوسيا ولات المدينة الوحيدة في العالم اللي فيها حدود وسط الشوارع، خط أخضر وحواجز ومنطقة عازلة فيها قوات أممية. العائلات والناس تفرقوا والممتلكات سمحوا فيهم، والجرح بقى مفتوح نصف قرن. ومدينة فاروشا بقات داخلة وسط المنطقة العسكرية، ممنوع أنك تدخل ليها، وحتى الناس اللي كانوا ساكنين فيها تمنعات عليهم. ولكن قبرص ما بقاتش مجرد نزاع تاريخي، فمنذ بداية الألفينات اكتشفت حقول ديال الغاز كبيرة في المياه القبرصية، والغاز ولا هو الكرة اللي كيحرك اللعبة. تركيا كتقول أن الشمال عنده الحق في الثروة، واليونان كتدافع على الحدود البحرية، ومصر داخلة هي في الاتفاقيات. أما الاتحاد الأوروبي كيراقب لأنه محتاج بديل ديال الطاقة. وبالتالي الجزيرة اللي كانت أصلا مقسمة ولات ساحة ديال التنافس حول الطاقة دوليا. الثروة اللي كانت مفروضة أنها تكون حل ولات هي المشكل. قبرص ماشي غير ملف سياسي، هي جزيرة حضارات، من الرومان لليونان للبيزنطيين. والأسطورة كتقول أن قبرص هي المكان اللي تزادت فيه أفروديت، اللي هي رمز ديال الجمال. جزيرة قبرص فيها الجمال وفيها التاريخ وفيها الحضارات وفيها الذاكرة، ولكن الصراع اللي فيها كيخلي المستقبل ديالها مجهول. قبرص اليوم كتمثل واحد السؤال اللي مفتوح: واش ممكن الجزيرة مقسمة أنها ترجع توحد؟ والغاز اللي فيها واش غادي يكون سبب ديال مواجهة جديدة ولا أنه غادي يكون فرصة ديال سلام؟ وفاروشا مدينة الأشباح مازال واقفة كدليل، لا هي مدينة حية ولا هي مدينة منسية، باقية كتذكر العالم أن التاريخ ما كيساليش غير بالساعات، ولكن كيحتاج إرادة باش يبدل الصفحة. وبطبيعة الحال واخا قبرص جزيرة صغيرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، لكن عندها قيمة كبيرة، فهي بوابة استراتيجية ومفترق طرق بين الشرق والغرب، وكتمثل مسرح ديال صراع ماشي جديد ولكن كيعاود يتبدل مع كل قرن. وبهاد الكلمات كيكون الوثائقي ديالنا ديال اليوم سالة. ما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم في التعليقات، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المشاهدة، ونتلاقاو الوثائقي المقبل بإذن الله.